غباء أختي دمر عيلتنا. الحكاية دي حصلت يوم خميس بعد الظهر. بابا وماما كانوا رايحين بيت خالتي. أختي سلمى كان عندها 17 سنة. كان المفروض تقعد معايا في البيت. أنا كان عندي 14 سنة وقتها. على الساعة الثالثة والنصف صاحبتها سارة وصلت، وفضلت تتحايل على سلمى عشان تخليها تسوق عربية بابا. سلمى فضلت تقول لا في الأول، بس سارة قالت إنها مملة وبتتصرف كأنها بنت صغيرة. الكلمتين دول كانوا كفاية. راحت سحبت مفاتيح العربية. قلت لها بلاش تعملي كده. زقتني وقالت لي إنهم هيرجعوا كمان ساعتين ومستحيل يعرفوا. أنا فضلت جوه، ما كنتش عايزة أبقى جزء من المصيبة دي. بعد 40 دقيقة ضابطين شرطة خبطوا على الباب وسألوني لو ده بيت سلمى. قالوا لي إن حصلت حادثة وإني لازم أروح معاهم، وما قالوش أي حاجة تانية. لما وصلنا المستشفى شفت ماما منهارة على كرسي في أوضة الانتظار، وبابا كان بيتكلم في التليفون وكان بيترعش. سارة ماتت في مكان الحادثة. العربية خبطت في عمود وهم ماشيين بسرعة. سلمى كانت حاطة رجليها على التابلو بتاع العربية. رجليها الاتنين اتدشملوا من الخبطة، بس ده ما كانش أسوأ حاجة. العمود الفقري بتاعها انضغط، والدكاترة قالوا إنها عمرها ما هتمشي تاني ولا هتحرك إيديها. جالها شلل رباعي من الرقبة لتحت، يدوب بتقدر تحرك راسها حاجة بسيطة قوي. بعد ساعتين أهل سارة وصلوا المستشفى وفضلوا يزعقوا لبابا وماما، وقالوا إنهم هم اللي مسؤولين عشان دي عربيتهم. بابا حاول يشرح لهم إن سارة ما كانش المفروض تسوق أصلاً، بس هم ما كانش فارق معاهم وقالوا إنهم هيرفعوا قضية. وبعدها بأسبوع جالنا إنذار من المحامي بتاعهم طالبين تعويض 10 ملايين. شركة التأمين بتاعتنا قالت إنها مش هتدفع عشان سلمى ما عندهاش رخصة كمان. ده كان معناه إننا بقينا لوحدنا في المصيبة دي. أهلي جابوا محامي أخد مبلغ وقدروا في أول شهر بس، وقالهم يرفعوا قضية مضادة على أهل سارة. حاولوا يعملوا كده، بس القاضي رفض الدعوة في 10 دقايق، وقال إن بابا وماما هم اللي مسؤولين عن تأمين عربيتهم ومفاتيحهم. بعد 3 شهور عزلنا من بيتنا، البيت اللي عشنا فيه من وأنا عندي 3 سنين. نقلنا لشقة أوضتين وصالة. سلمى ما قدرتش ترجع البيت، كانت محتاجة رعاية 24 ساعة. أنابيب تغذية، مساعدة في دخول الحمام، كل حاجة. مصاريف مركز الرعاية كانت بتوصل لمبالغ خيالية كل شهر. التأمين الصحي غطى جزء بعد 6 شهور بس مش كله، وأهلي كانوا بيدفعوا الفرق مع أتعاب المحامي. ده غير إنهم كانوا بيحاولوا يتصالحوا مع أهل سارة قبل ما القضية تروح المحكمة. أنا زرت سلمى مرة واحدة في مركز الرعاية. كانت نايمة على سرير بحواجز وممرضة بتعدل مخدتها. سلمى شافتني وانهارت من العياط وفضلت تقول إنها آسفة كذا مرة ورا بعض. بعد 6 شهور من الحادثة محامي أهلي قالهم إن أهل سارة وافقوا يتصالحوا على مبلغ 5 ملايين، وقالهم لو القضية استمرت هياخدوا ال10 ملايين كلهم. أهلي مكانش حيلتهم ولا حتى 100 ألف، فوافقوا على خطة تقسيط هيدفعوا فيها مبلغ كل شهر لمدة 20 سنة قدام. أنا بدأت أشتغل في سوبر ماركت لما بقيت 15 سنة. راتبي كله بيروح لأهلي. كان مبلغ بسيط بس كان بيساعد في المصاريف. ماما بطلت تشتري أي حاجة مش عليها عرض، والاندومي كان أكلنا اليومي. بابا بدأ يشتغل أكتر حتى في أيام الإجازة، ومبقتش بشوفه كتير زي الأول. بشوف أمي على ترابيزة المطبخ دايما راسها بين إيديها، وكانت بتترعش من البكا. أنا عملت نفسي مش واخدة بالي، بس لو أختي تموت عشان مشاكلنا تقل